هنعمل مع بعض الباذنجان بدون قلي بطريقه صحيه جدا وتنفع للدايت، وكمان بنفس الخلطه هنعمل معاها شويه فول كده حلوين وبس كده. انا طبعا نظري منبوح، انا اسفه بسبب ان انا بقى عندي برد. يلا بينا نشوف الطريقه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه جدا. الوصفه دي منها هعمل الفول ومنها هعمل الباذنجان من غير قلي ولا اي حاجه. الطريقه دي تحفه جدا وهتشوفوها معايا. انا هقول لكم على المكونات وهبتدي بقى ايه اقول الوصفه. اول حاجه انا عندي حوالي 8 فصوص توم، حبيتين بصل، فلفل حراق. خد الفلفل برضو، ده الفلفل ده حوالي قرنين كوبي، وده قرن ونص، يعني قرن كبير وقرن صغير، يعني قرن ونص فلفل احمر. معايا بقى طماطم. هي بقى علبة صلصة عندك استخدميها. هحط شوية زيت بالشكل ده كده. هعيد البصل، الفلفل عادي، هفضل اقلب فيها. البصل خلاص يعني دخل في الطريقة في اللون اللي انا عايزاه. بحط معلقة الثوم، الطماطم، معلقة صلصة، واحط نص معلقة كمان. بصور بايد واحدة والايد التانية بشتغل بيها. يعني انا بقى ايه هقطع الباذنجان. طبعا بعد ما قشرته بالشكل ده هقطعه، والباذنجان بالطريقة دي بياخد من طعم الشوي، بيبقى طعمه تحفة. حط الباذنجان بالشكل ده زي بابا غنوج بالظبط، بس يعني في بابا غنوج انا بحبه اصلا متقطع، مش بحبه عجينه زي ما بنشوفه كده او زي الطحينه كده. انا بحبه كده قوي. كل كميه الفلفل دي عباره عن فلفلتين رومي بالشكل ده. حطيت فلفل احمر حراق حوالي فلفلايه ونص او فلفلتين، واحده كبيره واحده صغيره. بقى حبه ميه كده بس تستوي شويه بيهم. نص مرقايه مش كتير، شويه اقلبها. وهحط بقى شويه ملح وشويه فلفل، رشه ملح، رشه فلفل اسود. تتبيله المشاوي هحط منها حاجه بسيطه حوالي نص معلقه صغيره بتاعه الشاي. ما قلت لكم عملت التتبيله دي كلها، وهحوش منها شويه كده للفول. هحطهم طبق جنبي. هحوش شويه وارجع بقى بالباذنجان اللي انا قطعته. وهقلب. طبعا انتوا حابين تحطوا خضار اكتر من كده حطوا، بس انا عملت الكميه دي عشان خاطر للفول وللباذنجان. بقى الفول عليه التتبيله بالشكل ده واحطه على النار. ده فول تمام، وده الباذنجان بعد ما خلص. بصوا الشكل، الاتنين ما تفرقهمش عن بعض، بس الخلطه هي التتبيله هي كل حاجه هي